حمله ولا ما تحملوش؟ تطبيق شمت، تطبيق محملاه ومحمله 10 مليون مستخدم. تطبيق للدعارة المقننة. لو انت عايز تتعرف على بنات هتخش على تطبيق شمت مباشرة. التطبيق دوت هو اللي بيشتري، او هو وغيره اللي بيشتروا الصور بتاع البنات اللي بيخشوا على القروض الشخصية عشان يعمل لك صور لبنت وتكلمها صوت، وطبعا صوتها مش معروف ان صورة دي هو نفس صوتها. انت بيركب لك اي صوت على الصورة وبتخش انت حضرتك تتكلم شات، تكتب وحد بيكتب لك، والذكاء الاصطناعي مخلاش اي بنت ممكن تعمل محادثة وديالوج طويل جدا مع اي شاب عن طريق الذكاء الاصطناعي، متبقاش لا هي البنت ولا هي صورتها ولا حتى هو صوتها. بس ما علينا. طبعا لو انت عايز تبعت لها بقى مسات، عايز تبعت لها وردة، عايز تبعت لها هدية، فالحاجات دي كلها بفلوس، لازم تدفع اشتراك شهري عشان تقدر تبعت لها الحاجات دي، واللي هتقول عليك بخيل. فاهمني؟ فلازم تبعت لها. طبعا انت حايح وهي واحدة قاعدة على النت فاضية عايزة تجذب انتباه الناس، وممكن تبقى واحدة شغالة برضو، ممكن تبقى شغلتها ان هي فتاحة في التطبيق، بتقعد معاك عشان تجذب شباب اكتر على التطبيق وتتكلم معاهم وتاخد وتدي معاهم بشكل ودي يعني، وخلاص. وفي بنات تانية بتخش مش عارفة اي حاجة في اي حاجة، دي تعتبر يعني ساذجة، مش عارفة اللي بيحصل في التطبيق، ان هم بيستغلوها إن وجودها في التطبيق عشان في شباب بيخشوا وعايزين يتكلموا وعايزين يضيعوا وقتهم، فهي عندهم ضغط شغل جامد، وانت حضرتك بتخشي مجانا بتتبرعي ان انت تكلمي 20-30 واحد في بث مباشر. لما كنتش تعرف التطبيق ما تعرفوش احسن، يا ريت ما تحملوش لانه تطبيق قذر ودعارة مقننة، ومرضخوش للاختي ولا لاخويا. شير ولايك وسبسكرايب، وحذر غيرك من تطبيق شمت.